يسعد لي مساكم جميعا. اليوم حنعمل فخاد دجاج بطريقة ولا أروع من هيك. عن جد بتطلع معكم شي منهنه والريحة شي بجنن. هلا عندي هون أنا فخاد دجاج غاسلهم كتير منيح ومقطعهم هيك شوي حزز حتى أنزل تتبيلة بقلبهم. بنحط هون عنا الثوم، عندي هون كمان دبس فليفلة، عندي بهار أبيض وكمان كمون وكزبرة، وبنحط معهم كمان بابريكا والطريقة كلها مكتوبة تحت الفيديو. أنا عندي لبن، وبنحط كمان كاسة شاي من زيت الزيتون، واذا ما في زيت زيتون حطوا زيت نباتي ما بيأثر. اللون هذا لازم تطلع معنا هيك. بنجيب هلا التتبيله بنحطهم بنغرقهم وبنعيفهم كمان اقل شيء ماكسيموم 3 ساعات حتى التتبيله تاخذ تتشرب كل الدجاج. هلا هون عندي انا البطاطا، عندي 5 حبات بطاطا، بنحط لهم كمان فليفله حمراء حلبيه، بنحط كمان شويه بابريكا، شويه كمان كزبره وبهار اسود وزيت نباتي كمان وشويه ملح كمان. وهيك هلا انا بعد ما خليتهم 3 ساعات منوعين بنجيب هون صينيه الفرن وبنحط البطاطا، بنوزعهم كتير منيح، وبنحط هلا هون الدجاج، وعندي هون كمان بصلة حبة صغيرة كمان تعطينا نكهة كتير طيبة. وهلا هيك بنعيفها بالفرن على درجة حرارة 200 وبنخلي سلوفان عليها ساعة كاملة. بعدين بنشيل السلوفان عنا وبس بنحمر الوش الدجاج ونرجع بنشيلها. وهيك هلا بعد ما خلصت حمرنا الوش، ويا سلام شوفوا لي عن جد شي منهنة. الدجاج دايب ذوبان. وجربوا الطريقة عن جد ولا أروع من هيك، كتير كتير طيبة. بنشوفكم. سلام.